سؤال غريب شوية. تخيلوا معايا كده لو المشاكل والاضطهاد مش بس ما بيوقفوش نمو الكنيسة، لأ، دول هم نفسهم السبب في نموها. بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلاً بيكم في المنيو، المكان اللي بنساعدكم تختاروا وتتعلموا إيه وسط بحر الكورسات والمصادر اللي على الإنترنت. الفكرة المحورية في درس النهاردة عن سفر أعمال الرسل هي إن الكاتب اللي هو القديس لوقا بيرسم لنا نمط واضح قوي بيتكرر طول السفر. بالظبط، نمط عجيب الصراحة. المعادلة كانت كل ما التحديات والفوضى تزيد سواء من جوه الكنيسة أو من بره، كل ما الكنيسة كانت بتنمو وتكبر أكتر. والنمط ده نقدر نقسمه لجزئين. الأولاني هو اللي كان بيحصل جوه الكنيسة نفسها، يعني من ناحية كان في نمو داخلي حقيقي، نضج روحي وإيمان بيقوى، ومن ناحية التانية كان في توتر وصراعات داخلية، خلافات وأسئلة صعبة ومشاكل. بالظبط، زي مثلا لما تحصل مشكلة كبيرة في اجتماع الشباب وبعد نقاش طويل وصريح الناس تطلع فاهمة بعض أكتر وعلاقتها بربنا أقوى. أهو التوتر ده هو اللي ولد النمو. الجزء التاني من المعادلة دي هو اللي كان بيحصل بره الكنيسة. كان في نمو خارجي واضح، يعني عدد المؤمنين بيزيد بشكل كبير، وفي نفس الوقت كان في مقاومة خارجية شرسة، اضطهاد، سجن، رفض من المجتمع. والأغرب بقى إن المقاومة دي بدل ما توقف الكنيسة كانت بتخليها تنتشر أكتر. يعني لما الاضطهاد زاد قوي في أورشليم، المؤمنين هربوا وراحوا أماكن تانية، وهناك بدأوا كنايس جديدة، فالمقاومة كانت سبب في نمو أكبر، حاجة عكس المنطق تماماً. بس استنوا لحظة، يعني الكلام ده حلو قوي، بس ايه اللي يضمن لنا اصلا ان القصة دي حقيقية وتاريخية ومش مجرد يعني قصة رمزية وخلاص؟ لوقا ما كانش بيكتب رواية خيالية، ده كان مؤرخ دقيق جداً. يعني مثلاً ذكر شخصيات تاريخية حقيقية وموثقة زي غاليون وفيليكس وفوستوس. ومش بس كده، ده استخدم ألقاب رسمية دقيقة جدا، زي ما وصف حاكم جزيرة مالطا بلقبه الصح مقدم الجزيرة، وده لقب محدش كان يعرفه غير لما الأبحاث الأثرية اكتشفته بعدين وأكدته. وكمان وصف قوانين كانت معروفة وقتها زي قانون الملاحة الروماني اللي سمح لبولس وهو سجين إنه يتكلم وينصح طاقم السفينة في وقت الخطر. كل دي تفاصيل صغيرة بتأكد لنا إنه كان بيكتب تاريخ موثوق. وفوق كل الدقة دي، لوقا كان عنده خريطة طريق واضحة جدا للسفر كله. هو بنى كل الأحداث على الوصية السيد المسيح الأخيرة للتلاميذ في أعمال الرسل 1:8 اللي بنسميها الإرسالية العظمى، إنهم يكونوا شهود ليه بداية من أورشليم وبعدين لكل اليهودية والسامرة ولحد أقصى الأرض. والسفر كله فعلاً هو رحلة تحقيق الوصية دي. الإنجيل بدأ كحركة محلية صغيرة في أورشليم، ومنها انتشر في اليهودية والسامرة، ومن هناك عمل نقلة كبيرة ووصل لأنطاكيا، وبعديها انطلق لآسيا الصغرى واليونان لحد ما في النهاية وصل لقلب الإمبراطورية نفسها، روما. والتوسع المذهل ده كله حصل وسط كل الفوضى والتوتر والمقاومة اللي كنا بنتكلم عنهم في الأول. وده يوصلنا لأهم حاجة ممكن نطلع بيها من الدرس ده، إن ربنا دايماً شغال من خلال الإنجيل عشان ينمي كنيسته من جوه ومن بره مهما كانت المقاومة أو التوتر ده شديد. وده بيدينا رجاء كبير قوي، لأنه بيقول لنا إن ربنا يقدر يستخدم أصعب الظروف ومشاكلنا الشخصية والفوضى اللي في حياتنا علشان ينمينا إحنا كمان، زي ما عمل مع الكنيسة الأولى بالظبط. طيب، ده كان الملخص السريع، لكن صدقوني الدرس مليان قصص تانية أغرب وأعجب بكتير. جاهزين تشوفوا إيه تاني على المانيو؟ يلا بينا. أول حاجة هتلاقوا قصة ساحر اسمه عليم حاول يضلل الوالي، فبولس بقوة الروح القدس ضربه بالعمى في لحظتها. وفي قصة تانية عن ساحر تاني اسمه سيمون حاول يدفع فلوس للرسل عشان يشتري منهم قوة الروح القدس. وهتقروا كمان عن خناقة كبيرة حصلت بين بولس وبرنابا، 2 من أكبر قادة الكنيسة، لدرجة إنهم افترقوا عن بعض. متخيلين؟ وطبعا قصة رحلة بولس الأخيرة لروما المليانة أكشن، عاصفة رهيبة كسرت السفينة وإزاي نجا من الموت في قلب البحر بطريقة معجزية. لو القصص دي شدتكم وحابين تتعمقوا أكتر في سفر أعمال الرسل وتعرفوا تفاصيل كل الحكايات دي وغيرها،
وهتلاقوا لينك الدرس الكامل في الوصف تحت الفيديو، ومستنيين نعرف منكم في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن درس إيه. لو منيو النهاردة أفادكم ياريت توصلوه لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. سلام.